واللي ضارب الدري خويا باقي الان كيدور بحال ما عنده حتى شي واحد. درنا الشكايه للوكيل الملك ولكن ما خاش لينا بالحق ديالنا حنايا، لانه هو الصاحب ديالو. وصيفط لنا مع شي ناس قال انا غادي نعتقلكم، دازت واحد المده اعتقلنا. هاد السيد راه طاغي بزاف. اسم محمد الطاهيدي، الساكن بدوار الجوال الساحل اولاد حريز، عمالة برشيد. عندي واحد المشكل وهو ديال الاخ ديالي المسجون حاليا بالسجن المحلي بمدينة برشيد، والسبب ديالو هو الجار ديالنا اللي معتدي علينا وكيتعنى بشي ناس واقفين معاه في اي حاجه. المشكل ديالنا اللي مع هذا السيد هو واحد الارض ديالنا كنا مداعين عليها شحال هذه وحكمت لنا بها المحكمه الصالح ديالنا، والان باغي يدير فيها واحد الطريق. واخا ردت لنا المحكمه المحكمه الموقره ردت لنا الارض اللي كان ممتاز علينا، والان باقي يدعينا وكيدير بنا شكايه عند السيد الوكيل اللي هو الان معزول، وكيتعنى بهم. هذا السيد هذا كيتعنى بهم وكيقول لك انا ما عندي حتى شي واحد واللي عجبكم ديروه. الشكايه هو دار بنا شكايه باننا حنايا كنحبسوه على الطريق، وهي الارض ما فيها لا طريق لا والو. الطريق دارها ملي كان واخد لنا الارض، وملي ردينا الارض ديالنا بغى يبقى داير فيها الطريق، وبالسبب ديالها مشى دار الشكايه. وفي العوض اللي يعطيوه الاخ ديالي يعطيوه الحق ديالو صدقوا ساجنينه. وانا عندي شهاده طبيه فيها 23 يوم، والام ديالي عندها شهاده طبيه 15 يوم، والاخ ديالي هذا نيت سعيد اللي عنده دابا عاهه مستديمه في الدراع ديالو فيها 60 يوم. ولا حياه لمن تنادي. الناس كلهم متعاطفين معنا وعارفين باننا اصحاب حق، ولكن السيد الوكيل اللي هو الان راه معزول هو اللي كيحكم بالصالح ديالو، وهذا السيد كيتعنى بهم. ما عرفناش شكون الايادي الخفيه اللي واقفه معاه وشكون اللي واقف معاه في هذه القضيه هذه. وحنا كنتمناو من صاحب الجلاله وكنطلبوا منه ان شاء الله يعطينا الحق ديالنا، ومن الرئاسه ديال المحكمه تعطينا الحق ديالنا، والرؤساء اللي غادي يحكموا في هذه القضيه يحكموا بنزاهه ان شاء الله. والسبب ديال السجن ديال الاخ ديالي وهو بانه قال لنا راه حبستوني على الطريق، وحنا ما حبسنا لا على الطريق لا والو. والوقت اللي مشى عنده الاخ ديالو لقيناهم مسلحين بالعصي والحديد باش ضربوا الاخ ديالي. الشهاده الطبيه ديال 60 يوم خادها من السبيطار ديال بن رشد ومن عند الطب الشرعي فيها 60 يوم، وهما كيدعيوا بانهم عندهم هم شهاده طبيه فيها 40 يوم، وكيقولوا بانه الاخ ديالي هو اللي ضربه، ولكن هما اللي ضربوا الاخ ديالي. واللي ضارب الدري خويا باقي الان كيدور بحال ما عنده حتى شي واحد. ما معني بهذوك الناس اللي واقفين معاه وكيقول لك انا ما عندي حتى شي واحد واللي في جهتكم ديروه. ودرنا به الشكايه وما داروا معنا لا حق ولا حتى شي حاجه. وبالنسبه للضابطه القضائيه هي براسها تفاجات لهذا السجن ديال الاخ ديالي، قال لك كيفاش تيتسجن وحنا ما دايرين معاه حتى شي حاجه بانه خاصو يتسجن. ودرنا الشكايه للوكيل الملك، ولكن ما خاش لينا بالحق ديالنا حنايا، لانه هو الصاحب ديالو وعنده شي حاجه معاه هويا، وبانه واحد الوقت راه جابوه هنايا وكيستاشر معاهم وكاع الناس اللي كيقول لهم بانه راه الصاحب ديالي وعندي نفوذ تما كاينه في المحكمه، وعندي ما كاينش اللي يهضر معايا لا حتى شي واحد، والصاحب ديالي هو الوكيل وانا فوق القانون. واحد الصباح فقنا مع الصباح حتى كنتفاجئوا بانه حط لنا واحد التراكتور في الارض ديالنا، ومشى دار شكايه، والشكايه جات عند الدرك الملكي واستدعوا شي وحدين وما استدعونا ما والو، وما تصنتوا لنا لا الدرك الملكي لا والو. في العوض اللي مشينا حنايا درنا واحد الشكايه على حساب هذاك التراكتور. جاو صيفطوا الشكايه هنا للدرك الملكي، وبالاذن ديال الدرك الملكي وبالاذن ديال النيابه العامه جاو لهنايا وهزوا التراكتور بالديباناج وداو حيدوه من هنايا. حتى كنتفاجئوا بانهم استدعوا الوالد والوالده والاخ ديالي هذا سعيد اللي مسجون دابا، والجيران ديالنا منهم ناهض عادل والام ديالو والاخ ديالو. كنتسناو تما كاينه في المحكمه على اساس غادي نخرجوا تيتصنتوا لنا الضابطه القضائيه.
في حين انه واحد اللحظه تاكي يعيطوا للدري خويا سعيد، قالوا لي حيد داكشي اللي في جيوبك وراك غادي تعتقل. وناهض عادل كيقول لي غادي تخلص 5000 درهم كفاله. ومن هذا المنبر من هذا المنبر كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو ومن الرئاسه من رئاسه المحكمه، من رئيس المحكمه ومن الناس القضاة اللي غاديين يشوفوا في هذه الحاله هذه، نطلبوا من الله وسيدنا تكون تعاود النظر في هذه القضيه هذه. راه الاخ ديالي مظلوم. بسم الله، السلام عليكم. معكم عادل ناهض ساكن في دوار جوال الساحل اقليم برشيد. احنا سيدي كان عندنا واحد المشكل مع الجار. هذا الجار سيدي جا بغا ياخذ واحد الطريق اللي كان عنده طريق اخرى، ربح الحاج الكبير الطاهيدي في البلاد ديالو، جا بغا يترامى على هذاك، كنا حبسناه ما داش فيها. وماذا بينا كنتفاجئوا واحد الجمعه ملي غنخرجوا حنا للجامعه كنتفاجئوا بقينا باغي يدوز ثاني فينا ما بيننا وما بين الحاج. حبسوا الدراري ولاد الحاج، ضرب سعيد، هذا الجار ضرب سعيد هو والاخ ديالو، وضربوا السي محمد وضربوا الام ديالهم. حنا ملي شافونا غنشهدوا في داك الشيء الحق، حنا غادي للجامعه غنشهدوا في داك الشيء، جادو حطونا حنايا كانها راه حنا مضاربين معاهم. بقينا كنمشيو نجيو عند الجندارم اليوم غدا كنمشيو، مره يدفعونا البرشيد ما كيحضرش هو التقديم. بقينا غاديين كذلك كل مره كيعيطوا لنا كنمشيو ما كيحضرش هو التقديم، كنحضروا حنا. واحد النهار كنتفاجئوا بان ما تا قالك غتمشي تا للحاج وسعيد، ما في علمنا حتى حاجه، تعالى راكم حابسين الطريق. مشينا للبرشيد حطونا تماكين في التقديم، بقينا دوزونا قالك غنشوفوا ثاني مع الدراك في الليل اعتقلونا. بغينا نعرفوا السبب علاش هذا الاعتقال اعتقلوني انا. ما حابس لي لا طريق لا والو، ونعتقل ما خصنيش نعتقل. وهو اصلا ديجا كيبغي يقول لك راني انا غندوز فيكم صحه، انا عندي مع الوكيل هذا المعزول، عندي مع الناس، عندي مع هذه الفلوس غنعطيه عليكم، انا نمشي البورغون نفوتكم لهيه. هو كل مره واش كيخرج من راسه هو. تاني عاود جاب واحد الجرار حطوه بالليل والله اعلم، حنا ما حاضرينش ليه. تاني جاب بينا شكايه، جاب بينا هذه الشكايه، دفع علينا سعيد فايد دير شكايه بان ما لقى الجرار ديالو في الارض وسط البلاد ديالو. جاو جاندارم راه عينوا ذاك المكان اللي كان فيه التراكتور وشافوا كل شيء، وشافوا الطريق فين بعيده وشافوا كل شيء. هو اصلا باغي يدير لهم هذيك البليده ديالهم، هو اصلا كيجري على باش يدير لك البليده ديالهم. وداو التراكتور، ما تعيط لي في هذا رمضان نهار 27 تعيط لي جندارم جي نتصنت لك حابس تراكتور وديرها في علميش التراكتورات. دابا قالك غتمشيو للمحكمه، مشينا للمحكمه ماذا بيا تعطونا لنا الكفاله وسعيد تيعتقلوا. هاد السيد راه طاغي بزاف. وبلا مره واحد المره كان دار واحد الخزانه هنايا، جاوب هذاك الوكيل هذا الموقوف وجاب شي شخصيه ومع شي ناس اخرين، جاو تجمعونا وداروا واحد الخزانه وتغداو هنايا، وصيفط لنا مع شي ناس قالك راه انا غادي نعتقلكم. وفعلا دازت واحد المده اعتقلنا. هذا السيد كيتعنى بالنفوذ ديالو، حنا كنتعناو بالله والملك ديالنا وديال الضعفاء الله ينصروا لينا، وهذا الشيء اللي كاين.